ما في مثل كده بيقول لك كان عندي فار بدلته باسد، فانا الفينا ده ما يتقارنش باي لاعب في الدوري المصري. والله هم الجماعه عايشين في الوهم. هو اذا كان لاعب كوره ولا كورتين في ماتش تعبان هم مفكرين ان هو نجم، انما زيزو كان حاليا برضو من افضل اللاعيبه في مصر يعني زيزو احسن من الفينا؟ بكتير. اهلاوي ولا زملكاوي؟ طبعا زملكاوي. اكيد اهلاوي. هنعمل مقارنه سريعه من تشكيله الاهلي والزمالك، جاهزين؟ جاهزين. محمد الشناوي ولا محمد صبحي؟ صبحي. محمد صبحي. اشمعنى صبحي؟ يعني مستوى افضل شويه بالنسبه لي، ومقدم موسم كويس مع الزمالك حتى الان. ده تختار بس من محمد الشناوي وصبحي، لكن في افضليه منهم الاثنين، هو احمد الشناوي بتاع بيراميدز. محمد الشناوي وبرضه احمد الشناوي برضه. محمد هاني ولا عمر جابر؟ لا عمر جابر مستوى افضل. والله هو حاليا محمد هاني مقدم ماتشات اليومين دول ممتاز يعني. الونش ولا ياسر ابراهيم؟ الونش لا يعلى عليه. مستواه دلوقتي يعني هو مش وبعيد عن الملاعب دلوقتي حاليا، بس هو في المستوى اللي احنا عارفينه كله هو الونش، واي حد يقول كده يقول غير الكلام غير كده يبقى مش فاهم بقى بصراحه يعني. والله ياسر رجوله. ياسر الايام دي برضه بسم الله ما شاء الله عليه، من احسن المدافعين في، مش هقول لك في مصر، برضه في افريقيا. حسين مرعي ولا حسام عبد المجيد؟ لا هو حسام عبد المجيد يعني هو كأي حد اهلاوي عارف ان حسام عبد المجيد احسن دفاع في مصر، فما تقارنش بلاعب. هو ياسين مرعي كويس بس صغير لسه ما عملش حاجه، فلا حسام عبد المجيد لا يعلى عليه صراحه يعني. هو ياسين مرعي احنا لسه ما شفناش منه حاجه، احنا لسه لحد الان ما شفناش، بس المستطلع بتاعه انه مدافع ان شاء الله هيبقى من المدافعين القلائل في افريقيا. بنتايك ولا كوكا؟ بنتايج طبعا، ده ما تقارنش، ما ينفعش تسال اصلا. بنتايج والله في اخر برضه ماتشين ثلاثه كوكا عامل مستوى بسم الله ما شاء الله، وبعدين لسه شاب وبيلعب كمان مش في مكانه، مظبوط. يعتبر ده مش مكانه، عشان لاعب يقدم المستوى دي الايام دي في مكان غير مكانه، لا يبقى بشرة خير يعني، بيبقى لاعب ممتاز. دونجا ولا اليو ديانج؟ انا كزملكاوي اختار صراحه، هي دي اللي اختلف عليها شويه. ديانج قوه ودفاع، مع ان دونجا جميل كويس بس مش الثبات يعني، سواء مستوى بيعلى. هو حاليا دلوقتي دونجا بيتفوق عن ديانج في الماتشات ورجع لمستوى الاحسن، بس كلاعب وكده هو دونجا اختار ديانج بالاختلاف يعني على اي حد ديانج، ولا يلغي كده كل واحد بقى حر في رايه، بس حاليا ديانج وقبل كده كمان يعني، ديانج من ساعه ما جه الاهلي بيقدم مستويات رائعه جميل. فوق الحلو كمان. عبد الله السعيد ولا بن رمضان؟ بص هو رمضان كويس، بس عبد الله برضه تاريخ يعني. مستواه ده لاعب في السن ده 39 سنه وبيقدم لك المباريات دي كلها وبيلعب لاخر 90 دقيقه، فانا بصراحه كراي الشخصي اختار عبد الله السعيد. هو لا من ناحيه التاريخ لا هو عبد الله، بس بالنسبه للسن والوقت الحالي بن رمضان يعني اكيد. عبد الله ايوه لاعب ما حدش يختلف عليه انه رجل محترم ورجل ملتزم وبيعمل مواسم حلوه وكل حاجه، بس السن خلاص يعني. بنطيب دلوقتي بن رمضان يتفوق على عبد الله. ناصر ماهر ولا امام عاشور؟ حاليا يعني هو امام عاشور ما يتقارنش، عشان امام عاشور لاعب كويس وحلو وتمام كل حاجه، بس هو مصاب ما بيلعبش. هو خلاص رجع. هو رجع من اصابه بس هو لا، انا اختار امام. اكتر لاعب زعلت عليه انه مش من الزمالك امام يعني، ولا زيزو ولا بن شرقي ولا حاجه، هو امام احسن لاعب صراحه في مصر تما يعني، هو امام عاشور. امام ما فيهاش اي كلام، امام. خوان الفينا ولا زيزو؟ ما في مثل كده بيقول لك كان عندي فار بدلته باسد، فانا الفينا ده ما يتقارنش باي لاعب في الدوري المصري في الحته دي، ما يتقارنش. احنا كنا بنتفرج على كوره لحد ما جاء الفينا ده وشفنا الكوره بصح، هو اختار خوان الفينا وهو يختار خوان الفينا برضه، عشان هو ما ينفعش يقول زيزو. والله هم الجماعه عايشين في الوهم. هو اذا كان لاعب كوره ولا كورتين في ماتش تعبان هم مفكرين ان هو نجم، انما زيزو كان حاليا برضو من افضل اللاعيبه في مصر في افريقيا، مش في مصر بس، زيزو من افضل اللاعيبه في افريقيا، حتى هو كان عندهم برضو كان من احسن اللاعيبه في افريقيا. يعني زيزو لما كان عندنا كان بيتقال عليه بالونه، ده كل الجماهير اهلاوي يقول لك عليه ده بالونه ضربات جزاء. لما راح دلوقتي الاهلي لا ده احسن لاعب في مصر. هي دي بقى النقطه بقى، اللي هو اي حد فاهم من الاهلي بالذات خد لاعب من الزمالك وهو في الزمالك ولاعب قوي يعني، لا ده تعبان ده بالونه ده مش عارف ايه، يجي عندهم هو ده النجم بتاعهم، ده انتوا ما عندكمش غيره. والله هم بالنسبه ليهم اي لاعب عندهم بيكبروه وبيعملوا له حجم فوق حجمه، لان الفرق عندهم نجم ولا اتنين، فهو واحد ولا اتنين اللي ظاهر منهم. انما عندك في الاهلي معلش يعني زيزو
بن رمضان، تريزيجيه، بن شرقي، ففي نجوم، فهو لسه ما ظهرش مع النجوم دي جامد، بس هو بالنسبه لزيزو من افضل اللاعيبه في افريقيا يعني زيزو احسن من الفينا. بكتير. هو رد كده مش هينفع اجادل معاه. طيب اقول له ايه؟ ما هي دي الحقيقه يا ابني. لا مش هي الحقيقه والله طبعا. هي دي الحقيقه. ده لاعب كوره صغير، اول حاجه يا سنه صغير ومهاره. 22 سنه طبعا. انت بتتكلم في ايه؟ وكلاعب انت تتفرج عليه واحد على واحد، واحد على اثنين، واحد ثلاثه، واحد على هيعدي. هو لعيب برازيلي. لعيب برازيلي، هو برازيلي فعلا لاعب، يعني مش بيقول لك مثلا يعني الاهلي كان جايب واحد اسمه برونو سافيو برازيلي، ده لاعب كده هو مسمى برازيلي لكن ما قدمش حاجه. لكن ده لا، ده لاعب موهوب، وغير كده يعني ترتيبه السابع على العالم تقريبا في المهاره، في السن السابع، ترتيبه السابع. بص انا ما اعرفش هي دي اشاعه الزملكاويه حاطينها ولا دي حقيقه، انا بصراحه مش عارف. حقيقه هو اخوان الفينا ترتيبه السابع، دي مش اشاعه. هو لاعب ما حدش يعترض عليه، بس لاعب ما يشيلش فرقه. يعني كان هو فين في الماتش بتاع النهائي، في الماتش بتاع الاهلي والزمالك الاخير ما حدش شافه. انا في في ماتش اللي هو بيقول لك عليه، ماتش اللي هو بتاع الزمالك والاهلي ده، انا كنت في الماتش، انا حضرت المباراه في الاستاد نفسها. تمام. في لقطات كده الكوره ما بتجيبهاش، يعني الكاميرا ما بتجيبهاش، بتجيب لك الكاميرا بتجيب لك اللقطه اللي مع الكوره مع اللاعب. في مثلا لعيبه الكوره مش معاهم، فالكاميرا طبيعي مش هتجيبها صح. انا كنت واقف طبعا، احنا شايفين، انا مش انا بس، انا والجمهور اللي هو احنا واقفين في المدرج، يعني شايفين اللاعب. يعني بص عايز اقول لك ان هو كان عايز يقطع التيشيرت، ما فيش حد يبصيله، مش حد كان عايز يديله الكوره لانه خطورته. وبيقول لك مثلا اللي لك كوكا حطه في جيبه. اتفرج كده الماتش ملخصات هتلاقي كوكا يعني عشان ياخد الكوره من الفينا بتكسير، لان عارف ان هو واحد على واحد هو يعدي منه. ومش هو بس، ده لعيبه الاهلي كلها عارفين خطورته، بس ما حدش بيتصله كوره. ودي ازمه كبيره في النادي. في يعني ناصر ماهر بيعند عليه عشان واخد الجو وكل حاجه، ما حدش بيتصله كوره، لكن عارفين ان اللاعب ده كوره معاه خلاص الخطوره كلها هتبقى معاه. لا هو الكلام بتاعه لا، احنا مالناش فيه، احنا كاهلاويه احنا مالناش فيه. لاعب حاطط على الثاني، لاعب ما بيبصيش للثاني، ده حاجه لهم احنا بس احنا بنتكلم في الواقع. هو بيسكن في المدرج، هو بيشاف من جنب واحد، انما الكاميرا انت بتتكلم مثلا الماتش فيه 15 14 كاميرا، فجم هو بيبص من جنب واحد، انما الكاميرات جايبه الدنيا كلها. هو حقيقي هو قال كلمه صح، ان الواد كوكا حقيقي كان حاطه في جيبه، لدرجه ان هم مش لاقيينه لحد الان. يعني لحد الان بيدوروا على اللاعب بتاعهم البرازيلي ده، مش لاقيينه حقيقي. لا مش هجاوبه يعني الراجل بيقول لك كوكا حطه الفينا في جيبه، فصح انت صح، هو كوكا حط الفينا في جيبه. ادم كايد ولا تريزيجيه؟ بص هو ادم كايد ما بيلعبش في الجبهه بتاع الشمال، فعشان ما اظلموش هو، لان احنا دلوقتي في الزمالك، لا انا اختار مثلا، انت مقارنه بالاثنين اللي هو ادم كايد بيلعب شمال، واحمد شريف مثلا هو اللي بيلعب في الحته الشمال. طيب احمد شريف ولا تريزيجيه؟ اختار تريزيجيه صراحه، يعني هو تريزيجيه لاعب كويس، مع ان احمد شريف لاعب صغير برضه لسه، بس لسه تريزيجيه برضه لاعب ليه تاريخ ولاعب قديم يعني، ولاعب بصراحه خبره، فانا اختار تريزيجيه. في الوقت الحاضر تريزيجيه مش عشان بيلعب في الاهلي، لا احنا بنتكلم على عامه، حتى هو كان بره برضه. تريزيجيه حاليا حطه الاول، وبعد كده استنى في اي حد بعديه. محمد شريف ولا عدي الدباخ؟ لا عدي الدباخ مقدم موسم بصراحه جميل جدا، يعني 3 مباريات 3 اهداف متتاليه، فلاعب بصراحه يعني كنت ما اتمناش ان هو يطلع في الماتش بتاع القمه، لان هو صراحه لاعب مؤثر. تقريبا اتصف الماتش، اتصف اول الماتش، هو لاعب مؤثر. لكن محمد شريف من ساعه ما جه يعني هو ما جابش ولا جون ولا حتى بيعمل اي حاجه. محمد شريف مستواه غير لما كان في الاهلي قبل ما يمشي، غير دلوقتي. فدلوقتي حاليا عدي الدباخ. هو الكابتن بيقول لك من ساعه ما جه الاهلي ما حطش ولا جون، عشان هم حافظين مش فاهمين. بس محمد شريف تقريبا حاطط من ساعه ما جه الاهلي حاطط 3 4 تجوان. بقول ما حطش، يعني محمد شريف مستواه دلوقتي غير مستواه اللي كان في الاول، ما قلتش ما حطش جون، بقول لك مستواه دلوقتي غير انت مستواه انت بتقول له من ساعه ما جه الاهلي لا ما حطش ولا جول. مستواه في المباراه ما بيهدفش. ما مش انا بقول كده، انت ادخل شوف النتائج بتاع الماتشات بتاعتك، هتلاقي محمد شريف مثلا يمكن ما اتفرجتش على الاهلي يعني كتير، بس هو اللي اعرفه ان هو ما جابش الا جونين، ما جابش جوان كتير يعني. لكن عدي كان باستمرار يعني بيضيع فرص بس بيجيب جوان، ولاعب يعني لاعب عافي. هو عدي جاب كام جون في الدوري لحد دلوقتي؟ هو جاب 3 جوان عدي الدباخ. محمد شريف تقريبا برضه جايب 3 4 تجوان زي ما قلت لك. يعني محمد شريف برضه هو ما جابش المستوى بتاعه، اللي هو مشي برضه من الاهلي زي ما بيقول ماشي، بس محمد شريف برضه مهاجم خطير، مش وحش. مين هياخد الدوري السنه دي؟ بص انا لو قلت لك الزمالك هيقول لك لا مش حاجه، بس هو بص هي دي ما تعرفش دلوقتي، عشان عندك برضه هو في فرق منافسه زي بيراميدز، فريق قوي جدا يعني. بس هو الزمالك لو المستوى رجع للاول والمشاكل اللي عندنا خلصت بتاع الارض والاداره وكل ده،
وان شاء الله في يناير الصفقات الجديده فالزمالك. هو بنسبه يعني اقول لك مش 100% لا 200% الاهلي. ايه الثقه دي؟ تاريخ، انت بتتكلم على التاريخ وبتتكلم على كل حاجه. الاهلي انت بتاخد الدوري التاريخ دلوقتي ولا بتاخد الدوري الاهلي حاليا او بعد كده او قبل كده معروف، حط الاهلي وبعد كده صنف اي فرقه في افريقيا كلها على عامه يعني مش في طب مصر. انا عايز اسال سؤال حتى بعديها حتى كمان في اسيا حاليا برضو تحط الاهلي وبعد كده تصنف اي فرقه تحت الاهلي. هو بس بعيدا ان الاهلي ملوش علاقه باسيا، فانا هسالك سؤال. الدوري اللي فات كان انت اللي تستحقه ولا بيراميدز؟ والله ابو نفس طويل. لا مش ابو نفس بيراميدز. طويل، احنا مالناش فيه. انت فريق دلوقتي، انت بتتكلم، انت راجل فاهم كوره وراجل اهلاوي وبتقول انا اهلاوي وانا فاهم كوره وانا كل حاجه. انت دلوقتي شايف ان ازاي بيراميدز اللي استحق الدوري اللي فات ولا الاهلي؟ ده كلمه حق. انت شايف مين اللي يستحقه؟ لا بيراميدز طبعا. بأمارة ايه؟ انت فريق اتسحبت من الماتش، فطبيعي لما الزمالك اتسحب اتخصم منه 6 بونت. يا عم ما تقولش ثانيه كمل. ما تقولش انسحب. ما انت عملت ايه؟ ده حوارات بين الاتحاد وبين الرابطه وبين الكلام ده كله. حوارات ايه؟ بس الاهلي انت ما جيتش الماتش. الاهلي كان طالب طلبات، الاهلي كان طالب بس. طلبات والاتحاد ما عرضتلوش الطلبات بتاعته. يعني هو كمان الاهلي بيدفع تقريبا في بيدفع للحكام الاجانب 70,000. تمام. اشمعنى تيجي انت عليا خليني ادفع 70,000 ولما يجي عليك انت الدور تقول لي لا انا مش هدفع؟ ليه ما تدفعش؟ ليه ما تدفعش؟ لا بص، زي ما زي ما الاتحاد عندك مشكله بتروح تقدمها في الاتحاد. احنا مالناش بس ما تجيش قبل المباراه وانت عارف تاخد اللعيبه وتطلع بهم على المعسكر وتبقى عارف وخلاص والمباراه هتتم في الساعه كذا واليوم كذا واللعيبه في المعسكر، وتطلع في الاخر تطلع ما تطلعش الاستاد. وبرضه اللي هو انت بقى انت الاسد بقى خلاص، انت عارف اللي انت عارف وانت بتخطط ان انت مش هتخصم لك حاجه. لا 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 لا. لكن هو الاهلي ما انسحبش كده وخلاص. الاهلي عارف ان هو هينسحب وعارف ان هو مش هيتخصم الا 3 نقط بس على الماتش، لكن الانسحاب هيتخصم منه زي الاهلي لا. وبرضه الاهلي نادي الدوله